في ناس اول ما تشوفك بتحاول تحسن من حياتك الخربانه، حياتك الماديه والنفسيه والحاجات دي، يقولوا لك ربنا مش هيكرمك عشان خاطر انت مش راضي. ليه ان شاء الله انت مثلا بتحكم عليا انا ان انا مش راضي؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان انا بحاول احسن حياتي الخربانه، بحاول احسنها من الناحيه مثلا النفسيه والناحيه الماديه وكل حاجه فيها. فدي حاجه حلوه مش وحشه. انت مثلا لما تيجي تحسن حياتك ماديا، ولنفترض ماديا بس، هنعتبر ان انت نفسيتك يا عم حلوه، انت بتحسنها ماديا، اشمعنى انا مثلا او غيري ما يحسنهاش ماديا؟ هل انت احسن منه في حاجه مثلا او احسن مني انا في حاجه؟ هو اساسا الشخص اللي عايز ينجح في حياته هو بيعمل الحاجات دي. ما هي دي الاولويات، ان انت تحسن من حياتك النفسيه والماديه. وده بس مش قنوط ولا اي حاجه. هو انا مثلا حياتي ممكن تكون بايظه من الناحيه الماديه والمعنويه وكل حاجه، فبحاول احسنها. لكن مش شرط عشان خاطر بعمل كده يبقى انا كده قانط وعندي قنوط والحاجات دي. بس يا عم سيبنا لك انت الرضا. فالشخصيات دي هي الشخصيات اللي عامله لك نفسها محلله شخصيه، اللي هو ما بيقولش كلمه فيها خير ابدا، دايما كلامه سخيف وفاكر ان هو ذكي وفاكر ان مفيش حد اشطر منه. بس مش هقدر اقول بقى كلام اكتر من كده. سلام.